السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. كالعادة منتحلي شخصية البوليس والمخابرات يتواصلوا مع الناس اليابانجي ويصيروا يخوفوهم، يعني يستغلوا إنه الناس ما تعرف بالقوانين. شخص من أورفا يتصل وعلى أساس إنه مترجم ومعاكم المخابرات وأنتوا سويتوا كذا وأنتوا يدخلك بستين حائط، بحيث إنه الإنسان ما يعرف أو ما يعطونه وقت للتفكير أبدا. يا جماعة الخير، والله الفيديوهات اللي عم ننشرها توعية، شاركوها لكل شخص سوري أو عربي متواجد على الأراضي التركية، وإذا قدرتوا تترجمونها للغة الإنجليزية شاركوها على أوسع نطاق مشان الناس تتنبه. يا جماعة الخير، نصيحة: لا تبعث صورة كملكك لأحد. تواصل معك بوليس ما شابه ذلك، مخابرات، قل له: أخي يلا أعطيني اسمي، أعطيني رقم التي جي تبعي. يقول لك نجيك ونجيبك، كله كلام فارغ. اليوم حصلت مع أحد الأخوة، يعني كانوا لهجته خليجية. أنا والله وصلني المقطع، حبيت أشارككم به من أحد المجموعات مع صوت الأخ. الحمد لله لحق حاله، يعني مشان أطمنكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحباب الكرام جميعا، وأسعد الله مساءكم، وآسف على الإزعاج، ولكن اليوم مريت بموقف صعب جدا. الحمد لله أنه انتهى على خير، وأحببت أن أبلغ أحبابي وإخواني حتى تنتبهوا ولا تقعوا فيما وقعت فيه لا قدر الله، وأرجو أنكم تسمعوا الرسالة إلى الأخير حتى تعرفوا النهاية. اليوم سبحان الله اتصل علي واحد الصباح الساعة 10 وقال: أنا مترجم ومعك المخابرات التركية. قلت له: طيب تفضل. طبعا جنبه واحد تركي يتكلم كأنه الضابط وهو يترجم. قال لي، دخل علي بمدخل، قال لي: هذا الرقم رقمك؟ قلت له: نعم. قال لي: منذ متى؟ قلت: منذ أن دخلت تركيا من 2 سنين. قال لي: طيب هل أنت أرسلت الكملك أو صورة جوازك لأحد؟ قلت له: ممكن أكون أرسلته لواحد عشان معاملة معينة. قلت له: لكن يا أخي أنا أريد أسألك أنت مين؟ قال لي: معك المخابرات. قلت: طيب إيش يثبت لي أنكم المخابرات؟ قال لي: يعني إذا تبغى تعرف أنت أصلا إحنا راح نجيك البيت، نفتش البيت، وإذا ما جينا راح نجيبك عندنا وراح تشوف كل شيء بعينك. قلت له: طيب يعني إيش الموضوع؟ فقال لي: إحنا قبضنا على واحد، وهذا الواحد عنده جوازات مزورة وعنده يعني أموال وعنده أشياء كثيرة، وقال إنك أنت أعطيته سلاح ومخدرات. قلت له: يعني أنا ضحكت، قلت له: كيف أنا واحد مسكته ويقول والله فلان أعطاني؟ يعني واضح إنه بيلصق لي، يعني كيف أعرف إنكم صادقين؟ فقال لي: خلاص اصبر على الواتساب حرسل لك من رقم آخر يعني صورة الرجل وكيف قبضنا عليه والأشياء اللي قبضنا عليها. طبعا هو أرسل واتساب وحاط صورة في الواتساب اللي هي صورة البوليس، يعني كانوا حابكين الدور بحيث إنه يعني الواحد يعني يصدق. وطبعا أنا أنبهكم يا إخواني، أنا طبعا كغريب في هذا البلد وأول مرة تحصل لي، يعني الموضوع في الأول مشي علي، لأنه هو طبعا كلمني عن موضوع الرقم، ثم كلمني عن موضوع إنك أرسلت الكملك لأحد، ثم كلمني عن واقع إنه في واحد قبض عليه وإنه جاب اسمك وإنه كذا. قلت له: طيب شو المطلوب؟ قال: أنت وين الآن؟ قلت له: والله أنا يعني قريب من البيت. قال: ارجع البيت الآن، إحنا حنيجي نفتش البيت ولا تقفل التليفون أبدا. قلت له: طيب. رحت البيت، قال لي: أول ما تدخل البيت إحنا خلينا على التليفون بس قول ألو. دخلت البيت قلت له ألو، قال لي: صور لي صورة من الفاتورة حتى أتأكد من العنوان. أنا بحسن نية صورت صورة من الفاتورة. شوية قال لي: كم رقم الزوجة؟ قلت له: ليش؟ قال: ضروري رقم الزوجة يكون معنا وكذا، لأن إحنا دحين نشوف نكلم وكيل النيابة مدري القاضي إذا نلغي موضوع إن إحنا نجي نفتش وتجينا أنت وخلاص، لأنه إحنا مجرد اشتباه، يعني حاسين إن الرجل كذاب أصلا. طبعا أعطيتهم رقم الزوجة، اتصلوا على الزوجة قدامي قالوا لها: أنت زوجة فلان، خلاص خليك على الخط لا تسكر التليفون، وزوجك يطلع مباشرة يتوجه لنا. وقال لي: أنت تطلع مباشرة. بس قبل لا أطلع سأل سؤال أنا الصراحة المفروض إني أنتبه. قال: يعني كم عندكم فلوس في البيت؟ وكم عندكم ذهب؟ قلت: والله في البيت ما في فلوس. قال: الذهب؟ قلت: والله في شوية ذهب. قال: صوروا الذهب وارسلوه. ليش؟ قال: عشان لو جينا نفتش
ما يروح حقكم، نعرف انه عندكم هذا المبلغ وهذا الذهب. طبعا احنا ملبوشين صراحة، يعني مفروض ما نصدقه ولا نتبعه. فصورنا الذهب بحسن نية وطلعت انا من البيت. قال لي تطلع مباشرة الى الفاتح، اعطاني عنوان وقال انه هذه عدلي امنيات عدلي مدري ايش، عدلي الامني. اقول له الامنيات حق الاجانب؟ يقول لي ايوه. بعدين لما اوصل انا قلت له يا اخي هذا عنوان اخر. هو صح برضو العنوان مكتوب عليه بوليس بس هو اخر. قال لي عموما خلاص لما توصل قبل ب50 متر وقف السيارة واستنى في السيارة. لما وصلت قال لي طبعا هذا كله، قال لي ما تسكر التليفون. هو معايا في التليفون من اتصل ودخلت البيت وصورت وكلم الزوجة وخرجت واتجهت والتليفون مفتوح. يقول لي لا تقفله ابدا. المهم قال لي استنى في السيارة. في هذه اللحظة يقول لي لا تفتح النت، اغلق النت تماما، ممنوع انك تفتح النت. قلت له طيب خير. لطعني تقريبا ساعة وهو الخط مفتوح. يقول لي انتظر احنا لازلنا في التحقيقات، لا زال القاضي ما اعطانا امر انك تدخل، لا زال مدري ايه، لا زال مدري ايه. بعد ساعة قال لي روح تصور 4 صور بيومتري وصور هويتك وكلمني، والتليفون خليه مفتوح. كلمني بمعنى انك تقول الو انا تصورت. رحت تصورت وصورت الكملك وقلت له الو انا صور. قال خلاص انتظر لحظة شوية. قال لي يقول القاضي لا تدخلوه الا لازم تروح تسوي تحليل مخدرات، انك خالي من المخدرات. طيب هذا الشيء ليه ما تسووه انتم شرطة، انتم حكومة، انتم خذوني ودوني وسووا لي التحليل. قال لا هو القاضي كذا يقول. المهم قال وين اقرب مستشفى؟ رحت قلت لهم ابغى تحليل. طبعا هذا كله الخط مفتوح وخط الزوجة هناك مفتوح وممنوع اتواصل معاها وممنوع هي تتواصل معايا. وصلت مستشفى قلت لهم تفضلوا خذوا كلموهم قالوا لهم تسووا تحليل بيوكيمياء مدري ايش. المستشفى طلع ما يعرف هذا التحليل. وبعدين المستشفى قال لازم يكون في ورقة من طبيب او من بوليس او كذا. قالوا لي خلاص اطلع من هذا المستشفى روح مستشفى اخر. قلت لهم ليش انتوا تسووا فيا كذا؟ المفروض انتوا تقوموا بهذا الشيء. فقالوا لي خلاص اطلع مستشفى ثاني خذ تاكسي. قلت لهم السيارة بعيدة. قالوا خذ تاكسي. رحت المستشفى الثاني. عبال ما سألت وصلت للتحاليل قالوا نفس الكلام وهم معايا على الخط ما يقفلوا. فالموظفة هناك قالت لهم لازم يجي أمر من البوليس أو كذا. قالوا لي خلاص انتظر حنبعث لك 2 عسكر ومعاهم ورقة وحيتسوي التحليل وتيجي معاهم. قلت طيب. وهم فاتحين الخط. انتظرت تقريبا نص ساعة ما حد جاء وأنا أقول لهم فين هم فين ويقول أصبر أصبر أصبر. بعد نص ساعة تقريبا يعني أصبحت الساعة تقريبا 2، يعني شوف من الساعة 10 إلى الساعة 2 الظهر وهذا الخط كله مفتوح الهاتف. بعدين قفل الخط. طبعا هو كان أحيانا يقطع الخط بعدين يرجع يتصل مباشرة يقول ليش تقفل الخط؟ أقول له ما قفلت الخط أنت اللي قفلت. يقول طيب خلاص استنى. المرة هذه قفل الخط ولا عاد رجع. رجعت اتصل عليه ما يمسك الخط. اتصل على الواتساب مغلق يعني ما في نت. هو يقول لي لا تفتح النت. قعدت بعدها ساعة يوم وصلت الساعة تقريبا 4 كنت لازم افتح النت واكلم اهلي اشوف ايش اللي صار. فاذ بالمفاجأة هنا بدأت المصيبة الكبرى. الحمد لله ان الله حفظهم. اذ بهم كلمت الاهل قالوا لي انت فين؟ قلت في المستشفى. قالوا اطلع بسرعة هذه طلعت عصابة. اذ بهم كانوا يتواصلوا معاها مسكينة يقولوا لها اطلعي بالذهب على الصائغ وجيب لنا ورقة من الصائغ كم يسوى هذا الذهب وهل هو ذهب حقيقي ولا انتم سارقينه، لانه انتم الان متهمين وزوجك محجوز عندنا واذا ما تجيب الورقة هذه زوجك حيفضل في الحجز اقل شيء 15 يوم. طبعا هي مسكينة وخرجت في البرد والمطر وراحت الذهب وطلعت يعني ما اعطوها ورقة وكذا. وقالوا لها لما تطلع ورقة بعد ما خلصت قالت لهم ما اعطاني ورقة. قالوا خلاص روح لصائغ ثاني. قلت له يا ابن الحلال انا في المطر والبرد انا ما فين اروح فين؟ قال تروحي ولا ترى زوجك ما راح يطلع وترى زوجك متهم مدري بايش وايش كلام كبير يعني اعطوها كلام. فخافت فراحت لصائغ ثاني. بس هنا بدأت الزوجة الله يحفظها يعني تحس انه الموضوع مو طبيعي، خاصة لما قال لها لما تخلصي من الذهب
حنديك عنوان تركبي تاكسي وتجي. تخيلوا يا إخوان لو واحدة ضعيفة مسكينة وقالوا لها اركبي تاكسي وتعالي، وراحت وصدقت، لا قدر الله إيش يسووا فيها عشان ياخذوا الذهب والفلوس اللي معاها. لكنها الله ألهمها، الله يحفظها، الله ألهمها إنه هذا فبدأت تصرخ في وجههم: أنتوا مين؟ أنا ما حسمع كلامكم، لا تكثري كلام. وحاولوا يهددوها. قالت له لا. قالوا لها زوجك حيبقى عندنا ترى ما حد. قالت له خلاص خلي زوجي عندكم واحنا حنتخذ الإجراءات اللازمة. هنا الجماعة بدأوا يسبوا وسكروا التليفون، وعلى طول الحمد لله بلغتني، والله نجانا من هذا المقلب أو هذا الحيلة أو المكيدة. عشان كذا هم انسحبوا وقفلوا جوالاتهم، ولا عاد صاروا يكلموني، ولا عاد صاروا يكلموا الزوجة. أنا حبيت يعني أنبهكم، هم لهجتهم عراقية أو عراقية مكسرة، ما أدري من السوريين الأكراد اللي هم في دير الزور، أو من هذه كوبان وهذه حقت الإرهابيين. المهم عراقي على مكسر، عشان تنتبهوا يا أخوان. إذا جاكم يعني هو ممكن أحد فيكم الآن يقول أنا غبي وليش سمعت السيناريو اللي حبكوه والأشياء اللي جابوها تخلي الواحد يدوخ ويخلي الواحد يصدقهم. والله يرسل لك صورة واحد قبضوا عليه وجابوا اسمك وانت تليفونك وكملكك ومدري ايه، يعني خلوا الواحد يعيش رعب. الحمد لله جت لما رجعت البيت طبعا اتجهت على طول للشرطة وبلغتهم باللي حصل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويكفينا وإياكم شر الأشرار. أنا هذا حبيت أسجله لكم حتى تنتبهوا، وربي يحفظكم، تصبحون على خير. شايفين يا جماعة الخير؟ يعني الوضع لا يحتمل سبحان الله على هذا يعني إنسان يقول لك لا يا أخي ما تروح علي، لا يا أخي تروح عليك. مرت يعني هي القصص ناصبين على جماعة سوريين ب5 ملايين ليرة تركي. 5 ملايين يا جماعة الخير. فالفيديو هذا للتنبيه يا جماعة الخير، صح طويل لكن إيش شاركوه لكل شخص متواجد على الأراضي التركية. دمتم بخير، الله يحمي الجميع. أي حدا عنده قصة شيء يفيد الناس يوافينا فيه يتواصل معي على الماسنجر، ننزله ننبه الناس من هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.